السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غبنا وغاب الإبداع والشغلانة لمت بقى والكلام اللذيذ ده كله. ازيكم عاملين ايه؟ سلسلة فيديوهات جديدة هتنزل ان شاء الله على الفيسبوك الشخصي بتاعي، وهتنزل على قناة اليوتيوب القديمة. اللي متابع زمان او عارف ان في قناة موجودة والله اتأسست في 2020 اسمها قعدة صحاب. which is الفيديوهات ديت تبقى انسب حاجة يعني لنفس مسمى القناة ونفس كل حاجة. الفيديوهات دي انا مش مستني وراها مونetization، مش مستني وراها حاجة خالص كماني. هي جاست فضفضه، هتبقى في سلاسل. نوعيه الفيديوهات دي اهم حاجه من او في كل عائله الفيديوهات ديت ان احنا نلتزم فيها بحاجتين: ان نحاول ما تعديش 5 ل7 8 دقايق ماكسيموم، يعني 10 دقايق يوم ما نقول قعدنا. الحاجه التانية ان المونتاج فيها بنسبه 90% مش هيبقى فيه ايديت خالص، ولا هيبقى فيه اس اي او بقى، ولا هدوشك بهاشتاجز وبتاع. هو كل الحكايه عنوان الفيديو ولا واسم السلسله، ولو في منشن لحد هيبقى في منشن وهاشتاجين وشكرا وكان الله غفور رحيم. خلاص. فالسلسله الاولى اللي انا حابب اعملها ودي تبقى حاجه دردشه بيور عن شخصيات اثرت في الواحد. شخصيات اثرت فيه، مش فكره بقى ايجاب وسلب وجو التنميه البشريه والكلام الحمصي ده، لا خالص. هي شخصيات الواحد اتعرف منها على السوشيال ميديا، زي ما مفهوم يعني، وزي ما معروف ان انت مكون، او يعني تفكيرك بيبقى مجموعه من المدخلات اللي دخلت كونت الايه الاوتبوت او الايه النتيجه بتاعه تفكيرك. فالواحد الحمد لله في ناس كتير كان متابعه. انا شايف ان من حقهم ان لو حد تاني الاثنين ثلاثه العشرة اللي هيتفرجوا على الفيديوهات ديت يبقى ايه، لو عرفوهم واستفادوا منهم يبقى ايه زي الفل. وهو انطلاقا بمبدأ ان مفيش مونتاج. فاول شخصيه من الشخصيات الملهمه جدا اللي استفدت منها كتير على السوشيال ميديا، برغم ان انا حاليا ما بتابعوش خالص غير قليل جدا 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 لاسباب عنده هو، مش مثلا بضيق الوقت عندي، انا وقتي ضيق الحمد لله، بس مش بسبب أنا، بس اسباب عنده هو دكتور ممدوح نصر الله. دكتور ممدوح نصر الله حقيقة من الراجل ده عارفه من زمان قوي، يعني شبه من اول ما طلع على يوتيوب، ايام ما كان عنده يعني انا يا ربي فاكر 20,000 25,000 30 حاجه كده يعني، او اقل كمان. انا فاكر زمان كنت انا وغيري بنكتب كومنتات ليه اللي هو حاول تخلي دي شغلانتك الاساسيه يا ريت وبتاع وهتجيب ده زمان قوي. خلاص. طيب اكتر حد استفدت منه في قنوات بالذات، او اللي بعيد عن المدفع او برنامج المدفع بالذات بقى، اللي هي القناه التانيه اللي هي MNEU. كل الفيديوز دي انا قفلتها. رحلته نفسها رحله، اللي هو واحد ضبش وخبط في كل حاجه، وقريب يعني قريب قوي ليا بصراحه. فكرة اللي هو شخص نشأ والده كان ما شاء الله مكافح، وهو اللي أسس الموضوع ده كله، ربنا يرحمه يا رب. وبعدين هو طلع فعايز يثبت نفسه، وعايز يعني يحاول في كلية قمة في صيدلة. الدنيا قفلت معاه، حاول في كل حاجة لدرجة ان هو فكر في الانتحار، سافر وفشل ورجع تاني. طبعا فشل دي على حد كلامه، لكن هو انا بالنسبة لي يعني هو اتعلم. وبعد كده وصل. فانا الفيديوهات بتاعه رحلته في قطر وفيديوهات حياته كلها MNEU دي انت لازم تخلصها كلها. الحاجه التانية اللي انا اتعلمتها اول من ممدوح نصر الله، فكره انا شفت بعينيا كرم ربنا. يعني انا شفت بعينيا المصطلح اللي بيقول عنه استاذ خالد الشافعي اللي انا لازم هخصص عنه حلقه كامله، هو الاذن جه من فوق. بس خلاص الاذن لما جه الموضوع اتغير تماما. الاذن جه لممدوح نصر الله ان هو خلاص الانتشار وده هتبقى كارير، وسبحان الله الراجل انطلق بأبسط حاجة. الحاجة التالتة اللي انا بحبها في دكتور ممدوح اللي هو فكرة التلقائية. يعني انا اخلص يا باشا نفتح الكاميرا نتكلم الكلمتين المتان وتضغط اللايك المتين وبتاع، السلام عليكم وعليكم السلام. مش هنقعد نهري كتير. ودي حاجة مطلوبة جدا، وحاجة ليها جمهورها الكبير. وممدوح ودكتور ممدوح، انا بعتذر عشان هو اكبر مني بحوالي تقريبا 10 سنين او اقل مش عارف. دكتور ممدوح عنده او الحاجه اللي بدأها معايا في صناعه المحتوى اللي هو فكره ان الفيديوهات اللي هي من النوعيه ديت بتتسمع غالب بودكاست، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. ماشي. طيب بعد كده دكتور ممدوح استفدت منه تاني قوي قوي بقى في طلعته. الراجل ده اتعرض لكميه شتايم بالاب،
الله يرحم والده وامه الله يرحمها، وتعرض شتام ليه ولمراته ولبنته، بص اتعرض لكل حاجه. وشفت تقلباته في الردود على الكومنتات دي لحد ما وصل لمرحله من السواء النفسي شويه، ان هو خلاص عرف يهندل الموضوع ده ازاي. وده فادني انا بقى قوي، ان انا ايه، وانتوا راجعين انا بقى بتعلم منك، انا مش هقعد اجرب الطريق ده في اوله. ففي دخلة السوشيال ميديا بالذات وقت كورونا اللي كان كله فاضي وكل واحد بيدلي بداله لازم هتكلم، فالحته دي نفعتني قوي في التعامل مع الكومنتات. انا فاكر في مره كنت منزل فيديو عن الإباحية حاجة زي كده، وحد رد عليا بكومنت، هو ملحد، ورد عليا بكومنت عجيب الشكل. يعني انا مش فاكر الكومنت. فانا لو ما كانش عندي الديفنس او الدفاع النفسي عن الموضوع دوت، انا كنت فشلت تماما. وكان الكومنت هزني بجد. كومنت عجيب، في حاجات عجيبه. طبعا هيتضاف ليها بقى بعد كده مع زياده الخبره بفضل الله سبحانه وتعالى ممدوح محمود اسماعيل. محمود اسماعيل واخر لايف عمله، طبعا محمود اسماعيل ده ليه وش مكان محجوز في القايمه. اخر لايف عمله بس ده الوقت تاني، الفكره اللي هي اللي كل دول روبوتس والكلام ده بنسبه كبيره بيبقى فيك مش حقيقي. فدكتور ممدوح اشكره جدا. الحاجه بقى اللي وقفتني عن المتابعه الكتيره ليه، اللي هو مواقفه بقى الاخيره. طبعا لما اتسحل مع السوشيال ميديا بدات الاحظ تاثير الشهره على الشخص. بدا في حاجات بيعملها انا شايفه انها ما تلقش في سنه بصراحه، يعني مع احترامي الشديد ليه، بس في حاجات بشوفه بيعملها. لا طبعا موضوع الغش اللي حصل في الاخر ده انا ما كنتش متابع بصراحه الموضوع وما اهتمتش بيه. اللي عرفت انه الراجل طلع اعتذر بعد ما الناس ضغطت عليه وبتاع، يعني اوكي. بس اللي خلاني اتوقف بقى فعلا ان انا بدات احس ان هو، طبعا عشان خاطر ده بقت وظيفته، بدات احس ان هو بيملى في فيديوهات مالهاش لازمه. يعني مثلا فيديو الريال وبرشلونه، فقبليه فيديو توقعات قشطه تمام ما بتفرجش عليه، بس قشطه تمام تمام. بعد كده فيديو تحليل ماتش، ده الاساسي انا كنت بتفرج عليه، اللي هو بعد الماتش على طول، هو مش تحليل، الكلام الدردشه اللي بعد الماتش. وبعد كده فيديو بعد الماتش بقى اليوم اللي بعده، اللي هو ايه، تعليق على بدري مثلا جوه. بعد كده احيانا بتبقى الحاجات دي مش مستاهله، فبدات وقفت الايه، ما كنت ما بقتش بقى هارد كور زي زمان. وحقيقة انا شفت ان انا يعني خدت من دكتور ممدوح عصارة خبرته، بتابعه بقى لما بيبدأ يظهر على القنوات التانية. بشكره لو هو هيشوف الفيديو دوت، واتمنى له التوفيق والخير في حياته. وحقيقي اي حد بيتابع الفيديو دوت او هيتابع الفيديو دوت ويعرف دكتور ممدوح من قناته الاصليه، بس هو فايته كنز اسمه MNEU. ولو تعرف بقى تجيب فيديوهات الدكتور اللي هي القديمة على قناته الأصلية برضه هتستفاد منها. يعني سلسلة أتمنى ليها النجاح. السلسلة طبعا ما قلتش اسمها في الأول، ده من ضمن العبث اللي حصل. السلسلة اسمها شخصيات أثرت فيا. و انتظروا بقى بقية السلسلة إن شاء الله. لسه عندنا الليستة طويلة قوي على السوشيال ميديا، وفيها ناس أنا أزعم إن تلات أرباع اللي بيتفرجوا على الفيديو ما يعرفوش دول مين أصلا. وأتمنى أكون أنا سبب في إن زي ما الراجل ده خدمني أنا أرد له الجميل. السلام عليكم.